السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال اليوم كما كتشوفوا بغيت نشارك معكم هاد البريوات اللي ساهلين واقتصاديين، معهم بواحد الحشو ساهل واقتصادي وفي نفس الوقت لذيذ، اللي هو الروز وكاوكاو. صراحة كيجو رائعين وزوينين، ودغيا هكا كتصايبيهم كتحضروهم بالنسبه لهكا العشيه اولا الصباح اولا هكا رمضان قرب ان شاء الله. صراحه كيجو لذاذ وزوينين، كنتمنى منكم اللي شاف الفيديو وجربهم. صراحه كيجو لذاذ ورائعين كيف كتشوفوا. صراحه كيجو زوينين، صراحه واحد الحشو كيجي رائع وزوين بهكا الروز وكاوكاو، وكديروا فيه الزهر. راكم كتعرفوا كيفاش كيجي المذاق مع كاوكاو والزهر، صراحه كيجي زوين. خليكم مع طريقه التحضير والمقادير، خليكم مع الفيديو. صراحه راه كيجيو زوينين، اللي بغى يقليهم، اللي بغى يديرهم في الفران يديرهم في الفران. انا هنايا درتهم في هذا الفران، درت على شكل بريوات ودرت على هذا الشكل، على هذا الشكل هكا سيجار. صراحه راه كيجيو رائعين ومقرمشين وزوينين. خليكم مع الفيديو. وهادو هما المقادير اللي غادي نحتاج ليهم. هنا بطبيعه الحال عندي الورقه هنايا كيف كتشوفوا، حيت غندير سيجار وغندير هذا بريوه. هنايا قطعت الورقه دائره، قطعتها هنايا على 4 كيف كتشوفوا هكا، عطاتني مثلث. هادو هما اللي غنديرهم سيجار كيف كتشوفوا. والورقه عاوتاني قسمتها غير على 2 كيف كتشوفوا. هنايا قسمتها غير على 2، ها هي هنايا هاد اللي قسمت على 2 غنديرها بريوه، غنديرهم بريوات هكا كبارين شويه، وكل واحد كيدير على الحجم اللي بغا. هنا الورقه عندي القياس اللي نتوما بغيتو، كيلو نص كيلو على حسب كل القياس ديالو. هنا عندي الورقه، هنا عندي الروز اللي انايا سلقته رابعه زايده شي شويه. عندي هنا اللي درتها كتسلق مع الماء وشويه الملحه وشويه تاع الزيت، درتهم حتى تسلق وصفيته ودرتو هنايا. هنا عندي هاد زلافه صغيره ديال هذا كاوكاو، عندي زلافه صغيره ديال كاوكاو، عندي معلقه ديال الزبده، عندي هنا السكر كلاصي ماشي السكر سنيده، باش ما يبقاش لينا هكا نحسو به احرش. وهنايا عندي القرفه، وهنا عندي كاس صغير ديال ماء الزهر. صراحه كيجيو لذاذ ورائعين، وراكم عارفين كاوكاو مع الماء الزهر كيعطي. غندير فيه الزبده باش تذوب من حدو باقي عندنا سخون. اللي بغى يقليهم واللي بغى يديرهم في هكا الفران يديرهم. انا غنديرهم في هذا الفران. فاش كيوجدوا كندهنوهم بشويه الزيت اولا هكا زبيده كندوبوها، كندخلوهم هكا الفران يطيبوا، كيجيو ناشفين وزوينين. اللي بغى يقليهم. هنا كنخلط هذا الروز باقي دافي سخون شويه حتى هاد الزبيده كتذوب كيف كتشوفوا معايا. هنا هاد الزبيده دابت. هنا غنزيد هاد الكاوكاو اللي طحنته مطحون هكا مليين كيف كتشوفوا. هنا غندير السكر كلاصي، تقريبا عندي واحد 2 معالق كبار على حسب كل واحد اللي كيبغي الحاجه حلوه واللي بغاها شويه تكون هكا نقص هذا حلاوه.
هنا واحد المعلقه حتى هي قرفه، وعندي هنا واحد الكاس صغير تاع ماء الزهر. ما تخافوش تقولوا غيجي هكا جاري اولا شي حاجه، بان لي تسلق صفيتو وخليتو تسقطر حتى ما بقاش فيه الماء كيف كتشوفوا. الروز يمكن لكم ديروا الروز كلاصي اولا ديروا الروز العادي بحال بحال، بالنسبه ما غيجيكم لا جاري لا والو. نخلطوا هكا المكونات وحتى كندخلوهم في بعضياتهم. اللي بغى يزيد هكا الزبيب حتى هو يديرو كيجي زوين. انا ما كانش عندي هذا وما درتوش. اللي بغى يديرو يديرو، اللي بغى ما يديروش ما يديروش، ماشي مشكل. ودابا كيف كتشوفوا بعد ما خلطوا مزيان حتى دخلوا داك المكونات كلهم في بعضياتهم، هنا غناخذ واحد الطبسيل هكا غادي نحط فيه. غناخذ هنا هاد المثلث هذا، غادي نجي هنايا غندير فيه القياس اللي بغيت كتشوفوا هكا. هنا غادي ندير على شكل هكا صيغار باش ما يتحلوش لينا. كنرد هاد الطريف هذا كنرد هاد الجوانب هكا وكنطويو عادي هكا، كنطويو هكا. هنايا ممكن نلصقوهم بالماء اولا بالماء والدقيق. هنا ممكن نلصقوهم بالماء والدقيق اولا صفر البيض ولا حتى بالماء حتى هو كيشد. انا هنا باقي عندي شويه تاع الماء تاع الزهر غادي ندهن به هنايا وغادي نلصق بهم حتى تشغيل الفران ما غاديش يتحل ما والو. الا كنتو غادي تقليوهم ضروري تلصقوهم بالصفر ديال البيض. كيف كتشوفوا هكا كيشد كيلصق. غادي نحط هنايا ونحطهم هنا حتى نسالي الكميه وغنديرهم في واحد الطاوه وندخلهم للفران. كنمشيو هكا بنفس الكميه، كنمشيو هكا بنفس الطريقه. بحال هكا كنردو هاد الجوانب هادو صافي وكنطويو هكا. هنا كندير شويه تاع الماء تاع الزهر وكنديرو هكا كيلصق كيف كتشوفوا. هاد الشكل ديال الصيغار. دابا غندوز باش غادي نحضر الشكل ديال بريوه. كيف كتشوفوا هكا نفس الطريقه صافي وكنطوي. وهنا كندير شويه تاع الماء الزهر باش كنشد هكا.
دابا غنجيب هاد نص الورقه، ورقه قسمتها على جوج، كنجيبوها بحال هكا، كنحط هنا القياس اللي بغيت. انا غنديرهم هادو كبارين شويه، وغادي نتني هاد الطرف هذا على هاد الشكل هكا، وكنرد هاد القنت هنا صافي، وكنبدا كندير على شكل بريوه هكا. صافي على هاد الطريقه كنمشي هكا حتى كنسالي الكميه اللي عندي. انا غنسالي الكميه اللي عندي وغنرجع معكم. صافي بحال هكا. وهاد اللي كيبقى ليا هنا كندخلها قلت لكم هنا كيف كتشوفوا هكا بحال هكا، كندخلها هنا ما كيبقاش هكا باين. صافي دابا انا غنمشي حتى غنسالي الكميه اللي عندي وغنرجع معكم باش غندخلهم الفران. كتشوفوا بعد ما ساليتهم كلهم درتهم على الطريقه، درت النص هكا على شكل بريوات والنص على شكل سيجار هكا طوال. دابا بعد ما ساليتهم غادي ندهنهم هنا عندي الزبده دايبه، كندهنهم هكا مزيان وكندخلهم للفران اللي مسخن. اللي بغى يقليهم كيف ما قلت لكم يقليهم في الفران كيجوا احسن على هذا الشكل. اللي بغى يدهنهم بالزيت يدهنهم باش ما يجوش هكا ناشفين وصافي. كندهنهم هكا مزيان. بعد ما غيطيبوا غادي نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف كتشوفوا بعد ما طابوا. الصراحه كيجيو لذاذ وكيجيو زوينين رائعين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم، وبالصحه والراحه.